مرحب بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا فيديو هيعمل مقارنة كده ما بين مشاعرك ومشاعره ورؤيتك انت للعلاقة ورؤية الشخص ده كمان للعلاقة، علشان نعرف هل انت وهو على نفس الصفحة. يعني انتوا الاتنين عندكم نفس الهدف، شايفين العلاقة بنفس الطريقة، نواياكم واحدة. يعني عايزين نعرف انت نيتك ايه من العلاقة دي وهو كمان، علشان تقدر تحدد اذا كان تكمل معاه ولا لا. معانا مجموعتين. المجموعة الأولى هتبقى بالقفل ده، والمجموعة التانية هتبقى بالحصان. الحصان الموف أبيض ده شكله حلو أوي. دي المجموعة الأولى ودي المجموعة التانية. تقدروا تختاروا أو بالحروف، أول حرف من اسمه، وده طبعا الحروف بتبقى مثبتة في أول تعليق، أول حرف من اسمه لو حابين تختاروا بالحروف. يلا هنبتدي بالمجموعة الأولى الأول اللي اختاروا القفل، ونشوف هل انتم على نفس الهدف في العلاقة دي ومشاعركم واحدة ولا ايه. هنعمل مقارنة ما بين مشاعرك ومشاعره ونواياك ونواياه ورؤيتك انت للعلاقة ورؤية الشخص ده برضو للعلاقة ايه دلوقتي. بسم الله. هيحصل تواصل قريب بينكم وبين بعض، ممكن تكونوا انتوا منفصلين او مبتعدين او ما بتتكلموش، في كلام هيحصل قريب ان شاء الله باذن الله. دي بس يعني اشاره جات لكم فحبيت اقولها. العلاقه دي فيها غموض كبير قوي، بس العلاقه دي ممكن تكون يعني دلوقتي في الفتره دي في بتتعاملوا مع بعض في اطار المسموح به. يعني العلاقه دي دلوقتي واخده اطار رسمي شويه. يعني لو انتم مثلا زملاء في عمل فانتوا بتتعاملوا على اساس العمل اللي ما بينكم. لو انتم في ارتباط او في زواج فانتوا برضو بتتعاملوا في حدود الارتباط اللي انتوا فيه. لكن انا مش شايفه ان في مشاكل ما بينكم دلوقتي، يعني او الموضوع دوت رايح، العلاقه رايحه على استقرار. ممكن تكون دي علاقه زواج، يعني انتوا كنتم ازواج، او يعني كانت فيها خطوبه او في كلام على ارتباط على حاجه رسميه. انا شايفه ان هنا في ارتباط وزواج. كارت الهيروفنت هنا كارت ارتباط وزواج والتزام. في كل الاحوال العلاقه دي يا اما رايحه على التزام، انا حاساها اكتر ان هي رايحه على الالتزام. العلاقه دي في الماضي ما كانتش واضحه المعالم، كانت علاقه سريه ممكن، او علاقه فيها غموض وخفايا واسرار كتير. يعني منكم انتوا الطرفين، انت مخبي عليه حاجات وهو مخبي عليك حاجات، انت مش واضح معاه قوي او وهو كمان برضو. يعني العلاقه هنا في الماضي في الفتره اللي فاتت كانت مش واضحه ومش معروف يعني رايحة على فين بالظبط، اتجاهها ايه. حتى لو انتوا كنتوا مرتبطين في زواج كان في اسرار كتير، يعني كان الشخص ده غامض كتوم ما بيتكلمش معاك كتير، ما بتعرفش عنه حاجة. لكن العلاقة دلوقتي في طاقتها دلوقتي بينكم الهيروفنت دي طاقة التزام وحاجة يعني فيها استقرار اكتر او رايحة على التزام واستقرار. طاقتكم انتوا من ناحية الشخص ده دلوقتي، انتوا يعني معتزين جدا بنفسكم، عندكم ثقة عالية جدا في نفسكم، ممكن تكونوا ناجحين دلوقتي، مركزين على نجاحكم، على صحتكم، على شغلكم. ودي حاجة حلوة، طاقة حلوة جدا، معليين استحقاقكم جدا وشايفين ان انتوا بتستحقوا كل شيء كويس وكل حاجة حلوة. يعني انتوا طاقتكم من ناحية الشخص ده، انتم عارفين قيمة نفسكم كويس قوي ومستحيل تقبلوا بأقل من اللي انتوا تستحقوه، وشايفين ان انتم يعني حد له قدر عالي وان انتم مش هتقبلوا بأقل من اللي انتم المفروض تاخدوه في العلاقة دي. الشخص ده بقى طاقته من ناحيتكم حلوة قوي، طاقة توازن. الشخص ده عايز يحتفظ بيكم مهما حصل، وعاوز يوازن العلاقة دلوقتي، يعني عايز يريحكم، يشوف العلاقة
تبقى فيها هدوء، ما يبقاش فيها نزاع، ما يبقاش فيها مشاكل، ما يبقاش فيها غضب ما بينكم ولا عند. عايز لو كان عنيد في الفترة اللي فاتت فهو عاوز صلح دلوقتي، عاوز يهدي الأجواء ما بينكم وما بين بعض، عاوز يتفاهم معاك وعاوز يحتفظ بيك رغم ان في اختلافات قوية ما بينكم وما بين بعض. يعني هنا عندنا الشمس والقمر، ده معناه ان في اختلاف في الطباع، في التفكير، في طريقة التعامل ما بينكم. انت ليك تفكير وهو غامض شوية، يعني انت صريح بزيادة هو غامض بزيادة. انت بتعبر عن مشاعرك وبتقول، هو ما بي يعني تصرفاته غريبة، ودايما بيحب يخبي، ما بيحبش يواجه، ما بيحبش يعرفك عن حياته حاجة. في اختلافات جوهرية ما بينكم وما بين بعض، بس هو عاوز يوازن الاختلافات دي ويتقبلها ويخلي العلاقة ما بينكم كويسة. يعني ده طاقته دلوقتي، ان هو عاوز سلام وهدوء، وهو دلوقتي في فترة استشفاء. طيب نشوف بقى مشاعركم انتوا من ناحية الشخص ده، ومشاعر الشخص ده ناحيتكم ايه دلوقتي. ياه، ده فرق كبير بين مشاعركم ومشاعره. انتوا في وادي وده في وادي تاني خالص. مشاعركم من ناحية الشخص ده ايه؟ unrecorded love, calling in your soulmate، يعني حب غير كافي وانده على توأم روحك. مشاعر الشخص ده. give your relationship a chance، wedding، زواج، ودي للعلاقة دي فرصة. نشوف بقى مشاعركم انتم من ناحية الشخص ده. واضح ان انتم انطلقتوا في حياتكم بقى، انتوا حاسين ان انتوا يعني انتوا ناس ايجابيين قوي، وما بتحبوش النكد وما بتحبوش المشاكل. عندكم رغبة في ان انتوا ايه تطلعوا كده لقدام وتعيشوا حياتكم وتنبسطوا. عايزين ارتباط، عايزين العلاقة دي تتحسن، يرجع ليها السعادة والشغف، مش عايزين نكد، مش عايزين مشاكل. انتوا مشاعركم ناحيته ان انتوا عايزين تفرحوا معاه، عاوزين علاقة فيها ارتباط وفيها سعادة وفيها التزام وفيها هدوء. انتوا مش ناس بتاعت مشاكل، انتوا ايجابيين جدا، حتى في طاقتكم طاقة ايجابية. بتشتغلوا وبتنجحوا وبتركزوا على الحاجات الإيجابية في حياتكم ومنطلقين، وعاوزين وهو كمان ينطلق معاكم. يعني انتوا في مشاعركم ناحيته مشاعر حلوة جدا، عايزين سعادة وانبساط معاه، تقضوا وقت حلو معاه، بتحسوا بفرحة وسعادة كبيرة جدا لما بتكونوا مع بعض. شغفك بيتجدد، انت طاقة حلوة، يعني طاقة إيجابية جميلة جدا في حياة الشخص ده، وانتم عارفين كده. بس الشخص ده شوية من النوع اللي ما بيعبرش عن المشاعر، فخلاكم حسيتوا ان انتم يعني ايه، العلاقة دي ما فيش منها امل. ليه؟ لان انتوا حسيتوا ان انتوا بس اللي بتحبوه، الحب ده من طرف واحد. فانتوا بدأتوا تركزوا على نفسكم وعلى طاقتكم الإيجابية ونجاحكم، وسبتوا الشخص ده بقى ايه براحته. يعني قلتوا والله احنا هندعي ربنا واللي عايزه ربنا هيكون. سلمتوا أمركم لله، وطاقتكم حلوة ومشاعركم ناحيته مش شايلين في قلبكم أي مشاكل. لو الطاقة دي لحد بيتفرج عاوز ينتقم، عاوز جواه غضب، جواه غيظ، جواه غل، جواه مشاكل، عايز مش عايز الشخص دوت ولا طايقه، فالقرايه دي مش ليك. القرايه دي لناس لسه عندها مشاعر حب، لسه عندها تفاؤل في العلاقه، عندها امل، مسلمين امرهم لله، وبيقولوا في كل الاحوال احنا بنحب الشخص ده واللي عايزه ربنا هيكون، ولو لينا نصيب فيه ان شاء الله ربنا هيجمعنا بيه. بس احنا في كل الاحوال طاقتنا ايجابيه ومتفائلين خير. فلو دي مش طاقتك يبقى القرايه دي اكيد مش ليك. تمام، شوف القرايه التانيه. طب مشاعر الشخص ده بقى، شوف انتوا طاقتكم حلوه ازاي، وايجابيين وفرحانين وسعداء وبتنطوا وبتنجحوا وعايشين حياتكم مبسوطين وتاركين الامر على الله ومتفائلين. هو بقى بص طاقته عامله ازاي، يعني طاقه كسره القلب والفايف اوف بنتكلز دي، يعني الثلاث سيوف والخمس نقود، طاقه افتقاد، حرمان، كسره قلب. ممكن يكون هو اللي زعلكم على فكره، علشان كده هو ندمان قوي على فكره. لو هو اللي زعلكم وهو اللي ساب العلاقه او تصرف تصرفات وحشه معاكم، الشخص ده قلبه مكسور قوي.
وزعلان جدا وحاسس ان هو بوظ الدنيا ومش عارف يصلحها ازاي. علشان كده هو في طاقة رغبة في الصلح، في المسامحة، ان احنا نهدي الاوضاع ما بيننا، وان احنا يعني يبقى في تصبر عليه شوية، ويبقى في تفاهم وحب ومودة تاني في العلاقة وهدوء. لان هو مفتقد الامل خالص، فقد الامل ان انت هتسامحه او ان انت هتسمح له ان هو يعني يبقى في حياتك تاني. الشخص ده مفتقدك جدا، عنده احساس بالحزن والفقد فظيع وكسرة القلب. يعني بيصرخ من جواه، يعني حس ان هو فقدك خلاص او خسرك وبوظ الدنيا. علشان كده هو حتى في مشاعره هنا نفسه يدي للعلاقة دي فرصة، نفسه العلاقة دي يبقى فيها فرصة، وعاوز يبقى فيها ارتباط وزواج. العلاقة دي يعني ممكن كنتم أزواج، أو العلاقة دي كانت رايحة على زواج، في قصة زواج هنا. ولو الشخص دوت ممكن مرتبط أو عنده زواج، هو برضو عايزك، حتى لو عايزك في زواج وارتباط تاني. حتى لو هو حتى في علاقة تانية أو في ارتباط آخر، هو برضو عايز يرتبط بيك وعاوز يتجوزك، لأن هو عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك. طيب نشوف بقى نواياك انت ناحيته ايه دلوقتي، ونية الشخص ده ناحيتك ايه دلوقتي. تعرفوا انتم على نفس الليفل ولا لا؟ نواياكم انتم ناحية الشخص ده. ونوايا الشخص ده ناحيتكم ايه دلوقتي؟ انتوا طاقتكم احلى من طاقته بكتير على فكرة. انتم ايجابيين قوي وعايزين تصلحوا، وعايزين تطلعوا بالعلاقة دي لقدام، ومتفائلين خير. الشخص ده يعني متألم قوي وزعلان قوي وكئيب، يعني شوية بيميل للكآبة. نواياكم انتم ناحية الشخص ده. سكسس، انتوا انتوا ناس ناجحة، ناس ناجحة وايجابيين وبتبصوا للنجاح وعاوزين تنجحوا في حياتكم. تراست، وعندكم ثقة عالية جدا في ربنا وثقة عالية في نفسكم، وعندكم يعني استعداد تبذلوا مجهود وتنجحوا العلاقة. بس الشخص ده شوية يعني بيميل للتشاؤم. تيك اكشن، خد موقف. listen your intuition، استمع لإحساسك. انتم نواياكم انتم عاوزين تتكلموا مع الشخص ده، عايزين بداية جديدة. يعني انتوا نيتكم تفتحوا مجال للحوار، للكلام تاني ما بينكم، يبقى في تواصل جيد ما بينكم وما بين بعض. عاوزين تكسبوا ثقة بعض تاني، عايز العلاقة دي يبقى فيها شغف تاني من أول وجديد. انت عندك طاقة فيها فاير كتير، فيها نار، فيها شغف، فيها أكشن، فيها حركة. انتوا ناس إيجابيين جدا وبتحبوا تاخدوا العلاقة كده لقدام وتبذلوا فيها مجهود وتتكلموا وتواجهوا وتصلحوا من نفسكم وتصلحوا الوضع ما بينك وما بين الطرف الآخر. مش متخاذلين. الشخص ده شوية كئيب ومحبط ومتخاذل، انتم عكسه تماما. عشان كده قلنا في الطاقة هنا ان انتوا الاتنين عكس بعض. فانت نواياك حلوة جدا ليه، عايز بداية جديدة، عايز بداية فيها يعني شغف تاني واصلاح للعلاقة، وعاوز العلاقة دي تروح لمنطقة اجمل ويبقى فيها سعادة وفيها تفاهم، وعاوز تتكلم معاه ويبقى في اوقات حلوة تاني ما بينك وما بينه. في كل الاحوال انت شخص واثق جدا ان العلاقة دي هتكمل وهتنجح وهيبقى العلاقة بينكم كويسة. طب نواياه هو بقى ناحيتكم، هو مش عارف. هو قلبه مكسور وحزين وقاعد بيعمل شفائه وبيخيط بروحه وحاطط قلبه جنبه ونايم ومش عارف يعمل ايه. كل يوم يصحى يقول هكلمها، هتصل، هبعت رسالة، هحاول اصلح، وفي الاخر يرجع ينام ويخاف ويقول ايه، انا خايف، انا متردد، انا مش عارف اعمل ايه، انا بوظت الدنيا، مفيش حاجة هتتصلح. بيبقى عايز ياخد اكشن، ياخد حركة، لكن احساسه بيقول له لا، بيخوفه. يعني ده عنده مخاوف شوية ان هو يواجه، ان هو يتقرب، ان هو يتكلم، بيخاف يتحرج، بيخاف يترفض، بيخاف انه يقول لا خلاص العلاقة كده باظت، هو مش هيقبلني تاني، هو مش عايزني تاني. فدايما بيميل للناحية السلبية شوية. طيب ماذا
القادم بقى ما بينكم وما بين بعض الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. العلاقة دي اللي هيحصل فيها فترة شهر من دلوقتي إن شاء الله، ماذا سيحدث بينكم. في رسالة رسالة حب هتوصلك، أو يعني مش هتوصلك منه لأن هو الشخص ده مش ناوي دلوقتي إن هو يتكلم، لكن اللي هيحصل إن في فرصة هتجمعكم ببعض، وهيبقى في كلام وفي حقيقة هتظهر، في حوار هيحصل ما بينك وما بينه من بعد فترة انتظار. ممكن بعد 3 أوقات، 3 أيام، 3 أسابيع، في خلال الشهر ده في كلام هيحصل ما بينكم وما بين بعض، وفي اعتراف بمشاعر. الشخص ده هيعترف لك ان هو بيحبك قوي، ان هو عايزك جدا. العلاقة دي هيرجع لها الشغف تاني، وفي تواصل هيحصل ما بينكم، وفي اعتراف بمشاعر. الشخص ده اخيرا هتجيله الجرأة ان هو يتكلم ويقول ويصرح لك بمشاعره، وقد ايه انت يعني مهم جدا بالنسبة له، وان هو عاوز يكمل العلاقة معاك. حتى لو هو مبتعد عنك في المسافة، في بلد تانية، في بعد ما بينكم، في طرف ثالث، في أي حاجة، الشخص ده هيحاول إن هو يوصل معاك لبر الأمان في العلاقة دي، لأنه مش عاوز يخسرك. في هنا عدل، أنت هتاخد حقك، في عدالة هنا وتوازن هيحصل في العلاقة دي إن شاء الله. طب ناخد لك إحنا بقى كارت رسالة منه، نشوف الشخص ده عاوز يقول لك إيه في الوقت الحالي. أصحاب المجموعة الأولى: آسف لأنني خنت ثقتك، آسف لأنني خنت ثقتك. الشخص ده خان ثقتكم في حاجة، هو اللي خذلكم، عشان كده هو متألم وحزين وملوش وش يكلمكم، وانتوا في طاقة حلوة وإيجابية وناس طيبين جدا ومتسامحين، وعندكم استعداد يعني ان انتوا عفى الله عما سلف والدنيا تمشي تاني. لو حصل ان انتوا اتقابلتوا واتكلمتوا، انتوا ناس إيجابيين وما بتشيلوش في قلبكم. الرسالة التانية بيقول لك: أحتاج الوقت لاستيعاب معنى كل هذا وما أريد. هو دلوقتي في فترة استيعاب للي حصل ما بينكم وما بين بعض، وليه العلاقة وصلت لكده. لو احنا هنسأل بقى هنا، هل انتم على نفس الصفحة أو نفس الهدف في العلاقة دي؟ فالإجابة هنا انت عايزه وهو عايزك، انت بتحبه وهو بيحبك، لكن الفرق في طريقة التفكير. انت شخص إيجابي جدا، وبت وبتحب النجاح، وبتحب تواجه وتغامر وتاخد الخطوة وتواجه مشاكلك. ده لا، ده لما يقع في مشكلة ينعزل ويبكي على الأطلال، ويقعد يعني ياخد الطاقة السلبية كده تأثر عليه، ويشوف إن مفيش أمل ومفيش يعني طريقة يطلع من اللي هو فيه أو يصلح اللي هو فيه، وبيقعد يبكي بس على اللبن المسكوب. انت إيجابي، ده الفرق ما بينكم وما بين بعض، لكن انتوا الاتنين نفس المشاعر ونفس الهدف في العلاقة، وهو ده المهم. بس انت بقى عرفت يعني طريقته وتفكيره، حاول تستوعب بقى ايه طريقة تفكيره الغريبة دي بقى طاقة بتاعت المجموعة الأولى. استنوا نقول لكم الأبراج: برج الثور، برج القوس، برج الميزان. معانا أبراج ايه تاني؟ برج الأسد والقوس برضو تاني، بس ما عندناش أبراج تاني. نشوف بقى، نروح للقراية التانية، نروح للي اختاروا المجموعة التانية للحصان، أو بالحروف أول حرف باسم الشخص ده، وهتلاقوا الحروف مثبتة في أول تعليق بأول حرف من اسم الشخص اللي في بالكم. وتعالوا كده نشوف مقارنة ما بين مشاعركم ومشاعره، ونواياكم ونواياه، ونظرتكم انتم للعلاقة ايه ونظرته هو للعلاقة ايه. هل انتم على نفس الصفحة؟ هل انتم عندكم نفس الهدف اللي في العلاقة دي، ولا انتم مختلفين؟ انت ماشي في سكة وهو ماشي في سكة تانية. هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد طاقتكم وطاقة الشخص ده وطاقة العلاقة دلوقتي. طاقتكم انتم ناحيته دلوقتي، طاقة الشخص ده ليكم، طاقة العلاقة بينكم دلوقتي. العلاقة دي يعني
كان فيها تحدي جامد أوي ما بينكم وما بين بعض، أنتم الاتنين واضح إن أنتم الاتنين أشخاص ناجحين جدًا وعمليين، يعني أنت طاقتك دلوقتي من ناحيته أنت مركّز في شغلك أوي بتشتغل كتير، ناجح في عملك، ممكن تكون ليك وظيفة كويسة، يعني حد ناضج أنت وحد عملي بتفكّر في مصلحتك دلوقتي، ومش شاغل بالك أوي بالعاطفة ولا بالحب دلوقتي خالص، يعني أنت في طاقة عملية أكتر ومركّز في شغلك ومدّي له وقت واهتمام أكتر من العاطفة. يعني خلاص تركت الشخص ده على جنب كده وقُلت لأ، إحنا نركّز بقى في مستقبلنا وفي شغلنا وفي حياتنا، وبتدّي لشغلك وقت كبير، بتفكّر بطريقة عقلانية وعملية جدًا أنت دلوقتي. طيب الشخص ده طاقته إيه؟ الشخص ده برضه طاقة the world، يعني حد ممكن يكون ناجح برضه هو كمان ومشهور وفي مجاله، بيقعد على الإنترنت كتير، بيسافر كتير، معروف في وسط الناس، ليه fans كتير مثلًا لو هو بيشتغل على السوشيال ميديا، أو حتى لو هو بيشتغل في شغلانة يعني بيتعرّف على ناس كتير، بيقعد مع يعني ثقافات مختلفة. في كل الأحوال الشخص ده في طاقة حلوة، يعني طاقة نجاح وشهرة، ووضعه العملي هو كمان جيد جدًا. أنا شايفة أنتم الاتنين ما شاء الله طاقات قوية يعني. العلاقة دي الAce of Wand يعني بداية جديدة، العلاقة دي ممكن تكون لسه علاقة جديدة، لسه بتبدأ، بتتعرّفوا على بعض جديد، ده crush أو لسه يعني العلاقة في أولها، فيها شغف وفيها بداية حلوة، يا إما أنتم كنتم منفصلين ولسه راجعين، أو دي علاقة جديدة خالص، يعني لسه ما فيش ما بينكم مشاكل حصلت ولا ارتباط حصل قوي يعني، لسه في البدايات، ده كارت البدايات، والبدايات اللي هي بشغف وبلهفة وبحب وكل حاجة يعني، طاقة فيها نجاح عالي جدًا، أنتم ناس كمان ناجحين، أنتم الاتنين في نفس الlevel من النجاح والشهرة العقلانية، في تفاهم ما بينكم في الطاقة حلوة أوي. طيب ماشي لحد كده وكويس، نشوف زي ما قُلت لكم دي مش علاقة منفصلين، حتى لو كان فيها انفصال فأنتم رجعتم، يعني دي مش علاقة منفصلين وفي بينكم وبين بعض مشاكل وخناق لأ، دي حد لسه في البداية، يا إما لسه متعرّفين على بعض جديد، أو كنتم مبتعدين ولسه راجعين وبادئين العلاقة دي جديدة وما فيش، حتى لو كان حصل بينكم وبين بعض مشاكل فالعلاقة دي رجعت، أو خلاص يعني على وشك بدأت يعني إيه، في بلوكات اتفكِّت، في خطوة اتاخدت، في رسالة، في يعني بداية كلام، حتى لو ده كان انفصال في الماضي، فهي دلوقتي العلاقة رايحة على استقرار أكتر أو بداية جديدة. طيب نشوف كده، لو دي طاقتكم كمّلوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف مشاعركم ناحية الشخص ده دلوقتي، ومشاعر الشخص ده ناحيتكم إيه دلوقتي. مشاعر الشخص ده ناحيتكم. يعني أنتم الاتنين بتفكّروا في بعض جدًا، في تفكير متبادل ما بينكم وما بين بعض. واضح إن أنتم يعني إيه، كنتم مبتعدين أو في بُعد ما بينكم، في سفر، في حاجة زي كده، ممكن يعني يكون الشخص ده على سفر أو في مكان بعيد عنكم، علشان في هنا كارت reconciliation العودة. طيب مشاعركم أنتم من ناحيته أنتم بتحبوه أوي على فكرة، وبتفكّروا فيه كتير وعندكم شوق وحنين ليه، ممكن تكون العلاقة دي في ذكريات حلوة ما بينكم وبين بعض، أنتم كنتم أصدقاء، ويعني العلاقة بدأت تاخد شكل الرومانسية قريب، بس في عِشرة ما بينكم هنا، في وفاء، في إخلاص في العلاقة دي جدًا، أنت وافي للشخص ده جدًا وبتحبه أوي وبتفكّر فيه كتير.
يعني حتى وانت نايم، في وقت الراحة، في اي وقت انت بتبقى قاعد كده ساكت كده وهادي، انت بتقعد تفكر فيه، تفكر فيه كتير، وتبقى مشتاق للذكريات اللي بينك وبينه، بتحبه جدا، ونفسك العلاقة دي يبقى فيها ارتباط ويبقى فيها زواج. وتاخد فرصة للارتباط والالتزام والزواج. انت نفسك ترتبط بالشخص ده جدا، وبتفكر فيه قوي قوي، وعاوز تاخد العلاقة دي لشيء جد، شيء فيه التزام. مشاعركم ناحيته حلوة قوي بصراحة، بتفكروا فيه كتير، وبتحسوا براحة وبهدوء لما بتفكروا فيه، او بتتخيلوا قد ايه انتوا هتبقوا مبسوطين لو ارتبطتم مع بعض. مشاعركم ناحية الشخص دي يعني فيها وفاء وإخلاص شديد جدا، ما بتفكروش في حد تاني غيره، ومش عايزين حد تاني غيره في حياتكم يعني. برغم ان انتوا ممكن تكونوا ناس ناجحة فعلا وعندكم اختيارات تانية، بس الشخص ده هو يعني أمل حياتكم، الشخص اللي انتوا عاوزين تكملوا حياتكم معاه ومفيش غيره. طيب الشخص ده بقى مشاعره ناحيتكم ايه؟ ده عنده شوق ليكم رهيب. ممكن يكون هو بعيد عنكم، علشان كده هو تعبان، تعبان من التفكير، تعبان من كتر البعد. لو هو مسافر وبيشتغل مثلا او حاجة زي كده، فهو هيتجنن عليكم. لو في بعد ما بينكم وما بين بعض، وبتتكلموا عن طريق الانترنت بس او كده، فهو مشتاق لكم جدا لدرجة التعب، وعنده يعني افكار ما بتسيبوش، خايف ان انتوا تسيبوه، خايف العلاقه دي تتوتر، خايف العلاقه دي ما يحصلش، ما تكملش، لان هو بيشتاق لكم جدا، وانتم الحاجه الحلوه اللي بتنور له حياته. الشخص ده حياته صعبه، ممكن يكون ظروف شغله مرهقه متعبه، بيبذل فيها مجهود كبير، بيتنقل من بلد لبلد، مرهق هو وتعبان، وانتم بتيجوا يعني الحاجه الحلوه اللي بتخليه يعني تنور له حياته كده، وتشعل الشغف فيه تاني والطاقه تاني فيه، بتخليه يقدر يتحرك ويتكلم وينجح ويشتغل. انتم، هو بيشوف ان انتم مصدر للطاقه بالنسبه له، وان هو من غيركم بتبقى كده طاقته كده منخفضه. فهو مشاعره ناحيتكم طاقة انجذاب، رغبة جسدية كمان هنا واضحة، لدرجة إن هي تعباه جدا، يعني الشوق ليكم جسديا وعاطفيا تعبه قوي، وخصوصا لو في بعد ما بينكم وبين بعض، مسافة أو حاجة زي كده. هو حاسس إن هو قريب قوي، هيكلمك، هيرجع لك، هيسافر لك، هيجي لك من أي مكان بقى هو فيه، هو خلاص تعبان مش قادر يبعد أكتر من كده، هو الشوق واللهفة مجننينه. في عودة، لو انتوا يعني في سفر ما بينكم او في بعد او في زعل حتى، في عودة وقريبة جدا، فيري سون، قريبة قوي يعني، في خلال ايام بسيطة. طيب نشوف بقى ايه نواياكم انتم ونية الشخص ده ايه، عشان تعرف هل انت نواياك في العلاقة زي نواياه ولا لا. نواياكم انتم من ناحيته وناحية العلاقة في الوقت الحالي. نواياه هو. الله، القرايه دي حلوه قوي ما شاء الله. انتوا الاتنين ناس ايجابيين قوي، وانتوا الاتنين نواياكم فعلا على نفس الصفحه، حتى في طاقتكم الطاقه متوازنه، فيها توازن وفيها تكافؤ، انتوا الاتنين في نفس الطاقه، وعندكم نفس المشاعر وعندكم نفس النوايا، فما شاء الله القرايه هنا حلوه قوي بصراحه. انتم يعني نيتكم ان انتم تفرحوا مع الشخص دوت، شايف يعني، برغم ان انتم عندكم اختيارات كتير زي ما انا قلت لكم من شويه، بس انتم عايزينه وشايفين ان سعادتكم وفرحتكم معاه، وعاوزين تيجي له بسرعه، يعني جري، ان هو وحشكم قوي، في طاقه شوق هنا في العلاقه دي رهيبه، طاقه شوق ولهفه على اللقا والكلام مع بعض بطريقه جامده جدا. فانتوا يعني نواياكم ناحيته، عاوزين تتقربوا بسرعه جدا ناحيته، وحشكم قوي، برغم اي اختيارات قدامكم انتوا شايفين ان هو الاختيار الافضل والمفضل، فانتم مختارينه وعاوزينه هو، وعاوزين تاخدوا العلاقه دي لمستوى اعلى من الالتزام. هناخد لكم برضو من هنا من الكروت دي نشوف نواياكم ايه. نوت ذا رايت تايم، مش وقت مناسب. تيك اكشن، انتم عايزين تاخدوا حركه ناحيته زي ما انا قلت هنا، عايزين تاخدوا حركه،
لقدام، عايزين تروحوا له، عاوزين تكلموه، عاوزين تقابلوه، عايزين تركبوا حاجة وتروحوا له، يعني تقطعوا مسافة طويلة علشانه سريعا، عايزين، هو وحشكم، بس انتوا بتقعدوا تقولوا ايه، لا مش دلوقتي، مش ده الوقت المناسب، نستنى شوية، هو هيجي. ليه؟ لان انتم برضو مش عاوزين يعني تتسرعوا، وبتقارنوا ما بينه وما بين ناس تانية، بس هو برضو اللي بيكسب، هو الشخص المفضل بالنسبة لكم. طيب، ممكن يكون في ميعاد محدد مثلا هيجي لكم فيه، او هيسافر لكم فيه، او هيرجع بعد فترة، يعني هيخلص شغل، هيخلص دراسة، في ميعاد انتوا بتقولوا هو هيجي دلوقتي، بس مش في الميعاد ده في الوقت المناسب. طب نشوف هو بقى نواياه ايه. الشخص ده نواياه برضو جميلة قوي من ناحيتكم، ناوي يفاجئكم، ناوي يخلي العلاقة دي فيها تواصل مفاجئ كده، يعني ممكن فجأة كده هيعمل لكم بيج هابت تشينج، تغيير إيجابي وسعيد، مرة واحدة كده تلاقوه فاجئكم، عمل لكم مفاجأة وسافر مثلا وجالكم لو هو في سفر، أو اتصل بكم على غفلة كده بيقول لكم وحشتوني، عاوز أشوفكم، أنا جيت من المكان اللي أنا كنت بعيد فيه، أو أنا خلاص مش قادرة أبعد عنكم أكتر من كده، أنا عاوز أن يبقى في تواصل، في كلام وفي رسائل وفي تواصل، هو ناوي على كده، ناوي يعيد التواصل تاني، ويغير بقى من شكل العلاقة دي لشكل أحلى وأجمل. فنواياه تغيير وتجديد وتواصل وكلام، هو ممكن يكون في حاجة بتخص الفلوس هنا، يمكن هو بيشتغل بره بيلم فلوس، او علشان عايز يجيب فلوس عشان خاطر يعمل لك مفاجأة ويجي يرتبط بيك. فنواياه جميلة جدا بصراحة، انتوا الاتنين ناس ايجابيين ما شاء الله، وطاقتكم حلوة. طب ايه اللي هيحصل ان شاء الله كده ما بينكم وبين بعض في خلال شهر من دلوقتي؟ العلاقة ما بينكم هتبقى ازاي؟ في خلال شهر من دلوقتي في حد فيكم مربوط بمسؤولية، يعني برغم النوايا الحلوة الجميلة دي، بس اللي أنا شايفاه إن الالتزام أو الزواج أو الشيء الرسمي هيتأخر شوية، بسبب إن الشخص ده مربوط في مسؤوليات تانية في البلد اللي هو فيها، لو هو مسافر، أو حتى لو كان هو مثلا عنده ارتباط آخر، أو عنده التزامات في عيلة أو في شغل أو في حاجة زي كده، هو ده اللي هيأخره شوية، وده شوية هيسبب له زعل، وهيحطك انت في حيرة الفترة اللي جاية دي، لكن في الآخر هو هيجيلك، وهيبقى في لقاء ما بينكم إن شاء الله بإذن الله. فعشان كده جالنا هنا نوت ذا رايت تايم، أو مش ده الوقت المناسب، هو لسه مربوط في حاجة بيخلصها علشان يقدر يعني يخلص الالتزامات دي، ويقدر يجيلك ويكون يعني عنده استعداد، أو لبداية جديدة، في بداية جديدة هتبقى ما بينكم وما بين بعض، هي هتتأخر شوية، ممكن تكون اللقاء والكلام هيحصل إن شاء الله، بس الالتزام والزواج والارتباط والشيء اللي هيثمر في العلاقة دي هياخد وقت شوية، بسبب ممكن ظروف مادية أو التزامات عالية، لكن الشخص ده بيحبكم جدا جدا، وطاقته ناحيتكم حلوة قوي، وهيبذل مجهود عشانكم مهما حصل. طيب ناخد رسائل منه ليكم دلوقتي، نشوف عاوز يقول لكم ايه في الوقت الحالي اصحاب المجموعة الثانية. انت الوحيد الذي حقا يفهمني، انت الوحيد الذي حقا يفهمني، هو بيحس ان انت الوحيد اللي بيفهم دماغه وتفكيره من غير ما حتى يتكلم. الافتراق لبعض الوقت سيمنحنا الوضوح الذي نريده. البعد اللي ما بينكم وبين بعض دوت، هو بيقول لك يعني هو ضروري ولازم، علشان خاطر يعني نشتغل على العلاقة دي ونقدر نحققها في المستقبل إن شاء الله. أنا خائف من هذا الحب الشديد، الشخص ده بيحبكم جدا لدرجة إن هو بيخاف من كتر ما هو ما بيحبكم، خايف على الحب ده قوي. الأبراج بقى، عندنا السرطان والبرج القوس، ذا وورلد هنا كل الأبراج، ومعانا كمان الأبراج النارية والمائية، برج الدلو والميزان والجوزاء
يعني عندنا الطاقة المائية والنارية والترابية برضه موجودة، كل الطاقات هنا موجودة. بس الأبراج اللي أنا قُلتها دي هي أكتر الأبراج اللي ظهرت. أتمنى القراية تكون عجبتكم، وأحب أعرف رأيكم في التعليقات. شكرًا ليكم.